السلام عليكم أصدقائي. اليوم راح أعلمكم شلون تسوون الكليتشة العراقية الأصلية. طبعا هذا عندي زبد هنا، هذا شكر، هذا حبة سودا، هذا صفار البيض، جوز، سمسم، جوز الهند، هذا التمر، وهاي الخمرة مالتنا، وهاي العجانة راح نسوي الغراض بيها. هذا البيكنج باودر درناه وراح ندير عليه الزبد. قلاص الشكر راح أديره هنا فوق الزبدة. المطحون راح أدير 3 أكواب طحين حاليا. خميرة هنا عندي اختمرت وهسه راح اديرها فوقها. هذا بصفار البيض راح اديرها فوقها. وهسه الحبة السوداء راح اديرها هيجي رش على كيف. العجينة مالتي شلون صارت قوامها وصارت هشة. اصدقائي رجعنا لكم بعد ساعة. اختمرت العجينة عندي هنا، وبعدين هنا فرشتها. راح ابدي احشي بيها هذا التمر اللي فرشته هنا، ووراها بعدين اسوي الجوز الجوز الهند، ونخلي عليها السمسم. تابعوا الفيديو للأخير. مثل ما تشوفون التمر بهالطريقة وزعناه، وهسه راح نبدي نلفها. عندي هنا بيضاية وخليت فوقها شوية قهوة رشيت وحليب، وراح أدهنها مثل ما تشوفون على هذا الطرف كامل، وبعدين أرش عليها السمسم مالتنا. بعد ما خلينا البيض ورشينا فوقها السمسم قطعتها بهاي الطريقة، وهسه راح أدخلها للفرن. أصدقائي هسه عندي الجوز، طبعا حشيناها مثل ما تشوفون. نخلي الحشو هنا بهذا القالب، وبعدين راح اضربها، راح تطلع لي بهذا الشكل. اضربها هنا. هاي طلعت عندي هياتها. هاي الوجبة هياتها استوت عندي. طبعا خليتها 20 دقيقة على درجة حرارة 200. شوفوا شلونها بعد جمال عيني. وهسه راح اخلي هاي الجوز ونفس الوقت 20 دقيقة. عيني بس شوفوا لي المنظر مالتها شلون يخبل. باعوها طرية طبعا، وطعمها ما اقول لكم شنو. طبعا حارة بالقوة لازمها. وسهمكم العافية. شوفوا لي الشكل النهائي مالتها اصدقائي، بس بعد جمال مالتها. طبعا هاي راح نوزعها اليوم على روح بيبيتي الله يرحمها، بمناسبة اول رجب الها. ثواب راح نوزعه. وسهمكم العافية.